ما انا باجي لك على طول، والراجل ده بيقول لي انت ما بتجيش خالص. انا مش متجوزه بنات من عندك كل مره، وجايب اختي هات عشان تجهز بنتها. انا فعلا واثقه في المكان، فعشان كده انا جهزت بنتي الكبيره من هنا من 10 سنين، وما شاء الله الحاجه كانت جميله. قررتها تاني لبنتي الثانيه وبنت اختي حاليا بناخد دلوقتي، وما شاء الله احنا بنجيلكم على طول لان واثقين في المكان. الحاجه جوده وسعر، وما شاء الله اعضاء اللي موجودين في المكان بقابلهم مقابله حلوه وناس محترمين ومكان موثوق فيه. وانا فخوره ان انا باخد من عند الرملاوي، لان الرملاوي موسوعه عالميه وما شاء الله حاجه موثوق فيها. والحمد لله وشكرا. خدت ايه معانا النهارده؟ خدنا اجهزه كهربيه كتير، زي الكبه، زي الخلاط، زي المكنسه، زي الهاند بلندر، زي العجان، زي الاير فراور. البلاستيك طيب؟ البلاستيك خدناه كله برضو ما شاء الله كله. وبعدين خدنا برضو حاجه الكاسات بتاع النيكو الكوبايات كلها، وخدنا برضو قسم الاستانلس برضو حاجات، وما شاء الله حاجات كتير كتير ما شاء الله. بس اقول مبروك للعروس. ألف مليون مبروك. في حاجه ناقصه؟ لقيتي حاجه؟ في حاجه كنت بدور عليها ما لقيتهاش؟ كل حاجه بقى لها موجوده، وحاجات ماركات، حاجات ما شاء الله. انا من ميت النصر ابو ذكري، يعني عشان اجي لكم فيه بيني وبينكم ساعتين، وعشان اروح بعوز عربيه وبهدلها في المواصلات، فانا بالقرب عليا من اي مكان جنبي، بس انا مش واثقه في مكان غير عنده، فعشان كده انا باجي بثقه. مكان في استقبال مدينه صغيره كده من الرملاوي. شكرا. الرملاوي، أصل المنزلي في مصر.